ازاي تصلح صحتك النفسية، ازاي تكون مبسوط اغلب الوقت. السعادة هي الامتنان. ايوه، السعادة هي الامتنان. يعني ايه الامتنان؟ امتنان تعبير عن حب مثلا لشيء معين، فاهم؟ مش شرط الستات بس. عد لكل لأي حاجة. انت ممكن تعبر عن حبك للمكتب اللي انت قاعد بتقعد عليه كل شوية، فاهم؟ هتكتب، اجيب كراسة صغيرة تعمل العادة دي كل يوم، وتكتب كل يوم حاجات انت ممتن ليها. تقول لي بقى انا عملت الحوار ده وما ينفعش معايا خالص، جرب غيرها بقى يا عم. ما ينفعش معاك خالص. عارف ليه ما ينفعش معاك خالص؟ انت لو قعدت تكتب 500 مليار صفحة وانت ما بتحسش باللي انت بتكتبه، يبقى انت مش هتوصل لحاجة. بعد كده تخش مرحلة تانية، انك تقول للناس اللي انت بتحبها، قول له يا اسطى انت جدع يا اسطى، والله العظيم حبيبي، فاهم؟ بالطريقة اللي هي مش ايه، انا بحبك يا محمد. لا، ما ينفعش. هياخدوه تريقة. ده كنت زمان بسمع كلام ابراهيم الفقي، واروح عبر عن حبك للناس، وعبر عن حاضر يا اسطى، واروح اقول لواحد صاحبي، يقول له بقى يفشخوني تريقة. ما ينفعش. يعني الناس بتوع التنمية البشرية دول ما تسمعش كلامهم، اغلبية كلامهم كل شوية، فاهم؟ عشان ايه؟ مش مظبوط ومش راكب على الحياة. كلامهم كله راكب في حالة واحدة، في كوكب البطيخ. كوكب البطيخ او كوكب الباربي. ما ينفعش الكلام ده في الحالة الواقعية ووسط الناس والخلق اللي احنا شايفينهم دي. تاني حاجة، اتبنى عقلية الحمد لله. بص، زي ما انا قلت لك ان في حبة سعادة حبة مشاكل، حبة سعادة حبة مشاكل. في وقت المشاكل وفي وقت السعادة قول الحمد لله. اعبد ربنا. ماشي، حاول على قد ما تقدر. اه تعبت، ليه يا رب اللي حصل المشكله دي؟ يا رب انا خايف. الحمد لله. حاول تطلعها كده، وما تحاولش تقول اي حاجه غيرها. اشكر ربنا. ان شكرتم لازيدنكم لكم. كل ما تشكر ربنا على حاجه، اشكرك يا رب انك انك خليتني مش عارف احصل كذا. اشكرك يا رب انك خليتني مش عارف ايه. فاهم؟ في قناه على اليوتيوب فيها فيديوهات كتير ممكن تعجبك، لو عايز تروح تمسي عليها اللينك في البايو. ولو عايز تساعدنا في الحلقات ممكن تيجي على انستجرام، بنعمل حاجات حلوه هناك.